بعد ما عملنا المكشكشة والمكرمشة والحاجات دي كلها، انا قلت اعمل معاكم الملفلفة. اسهل بقلاوة ممكن تتعمل في ثواني، 10 دقايق بالظبط هتكونوا مخلصين اسرع بقلاوة في الحياة. طعمها حلو وشكلها شيك في التقديم وما بتاخدش اي مجهود. لو لسه اول مرة بتدخلوا المطبخ هتعملوها في ثواني. اول حاجة خالص بجيب لفة الجلاش عندي، انا بقسم لفة الجلاش على 2 زي ما انتم شايفين كده، والفها كويس قوي، يعني الفها كويس رول زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم لفه الجلاش اللي عندي دي كانت بايظه ومتقطعه وناشفه جدا، بخيتها شويه ميه، حطيتها في الميكرويف بالظبط دقيقه واحده، طلعت طريه زي ما انتم شايفين، ولحقت اقطعها بسرعه وهي لسه طريه. وانتوا كمان اعملوا كده في اي لفه جلاش ناشفه عندكم او مش هتستخدموها، او حتى لو طازه مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كده هبدا اقطعها السمك اللي انا عايزاه، بس خلوها تبقى يعني سمك سنتي، الارتفاع بتاعها سنتي، عشان ما تبقاش اقل من كده تتحرق معاكم بسرعه، او تبقى اتخن من كده تبقى مش حلوه في الاكل. فاهمين؟ هتبقى تخينه قوي في الاكل. هنا عايزه اوريكم منظر لفه الجلاش كانت عامله ازاي، بجد كانت متبهدله وخلاص انا كنت فقدت الامل فيها، بس قلت لا، كل حاجه ليها حل. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا او القوالب بتاعه الكب كيك براحتكم. انا هنا حطيتها في قوالب الكب كيك، ممكن نحطها في صينيه عاديه نرصها جنب بعض، هتبقى عاديه جدا برضو. بعد ما حطيتها في قوالب الكب كيك هنجيب السمنه او الزبده اللي عندنا، وبالفرشه او بالمعلقه كده نحط عليها من فوق زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم شكلها وهمي، انا كنت مبسوطه قوي وانا بعملها عشان سريعه قوي وسهله جدا. هنا هنجيب الزبده اللي سيحناها بالفرشه كده، هبدا ان انا احط عليها من فوق، هتنزل على كل الطبقات. انا عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما هي تخلص وتطلع من الفرن هتسمعوا كميه قرمشه رهيبه، كانكم فاردين ما بين كل ورقه والتانيه زبده اصلا. يعني انتوا مش هتصدقوا ان هي مش مفروده ورقه ورقه وملفوفه ورقه ورقه. هنا خلاص هندخلها الفرن من فوق ومن تحت، هنشغل الشوايه من فوق ومن تحت 10 دقايق بالظبط. بس طبعا خدوا بالكم عشان الشوايه ما تحرقهاش من فوق، تبقوا متابعينها دايما، هي هتاخد اقل من 10 دقايق كمان. اول ما تطلع معايا هسقيها بالشربات تقيل وبارد، الشربات بتاع البقلاوه تقيل وبارد عشان ما تطراش معاكم. وبعد كده هسيبها بالظبط تهدى 5 دقايق، وبعدين اقدمها في قوالب الكب كيك زي ما انا عملت كده بالظبط. شكلها سكر بجد، وشكلها شيك قوي في التقديم، وكمان سهله في الاكل. يعني الواحد بياخد ورقه كب كيك كده وحدايه بوحدايه كده، وهي على قد اللقمه، بايت واحده كده، قطمه واحده وخلاص. زي ما انتم شايفين كده تحفه. شايفين لون كارمل من تحت ازاي، ولونها خطير، كأنكم بالظبط يعني واخدين مجهود وموضوع وحوار فيها، وخدت وقت كبير قوي في عمايلها، وهي بجد من اسرع الحاجات اللي ممكن تعملوها. اللذاذه بجد والطعامه، ممكن تاخدوها لحد هديه وانتوا رايحين عنده، معزومين مثلا، اي حاجه كده. خلصنا الوصفه بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تبعتولي صور التطبيقات بتاعتكم لما تجربوها على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. باي.